بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين طيبين أكرمين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي، قبل ما ندخل في الموضوع تاعنا اليوم، يعني بكل صراحة اليوم حيكون موضوع بالغ الأهمية. حبيت نعزي خونا وليد في الوفاة تاع أخوه، إن شاء الله ربي يرحمه ويوسع عليه ويسكنه الفردوس الأعلى إن شاء الله، ربي يرحمه إن شاء الله. ونطلبوا الشفاء العاجل لعمتي الحاجة، الأم تاع عمي فاروق، لوكال، ابن موسى لوكال. إن شاء الله خالتي الحاجة، إن شاء الله ربي يشافيك ويعافيك وإن شاء الله يطول في عمرك. وشفي ثاني خونا مصطفى زروقي اللي بكل صراحة راهو مريض، إن شاء الله ربي يشافيه ويعافيه. ونرحمو ثاني على الشيوخة تاوعنا في تغريد اللي هما جيلالي ميباني، موسى لوكال، سعيد بوقاموم، عبد القادر بوتزون، علي جلولي، عمي بوعزة، كامل اللي ماتوا، اللي نعرفوهم واللي ما نعرفوهمش، مصطفى أعراب كامل. ونحيو ثاني الشيوخة ثاني تاوعنا اللي مازالهم في الحياة، عمي كمال، عمي كمال بوزيدي، عمي ميزاشي عبد الرحمن، علي طايور، عبد الحميد أويو، عمي محمد سيروري، وغيرهم اللي نعرفهم واللي ما نعرفوهمش، نحييهم بهذه المناسبة. نولوا الموضوع تاعنا اللي هي ولادة نادي التغريد المقنين الجزائري تحت إشراف لوناطو. يعني بكل صراحة هذه اليوم بشارة عظيمة وبشارة سارة لهواية التغريد المقنين الجزائري في الجزائر. يعني هذا النادي بكل صراحة راح يمكن اللي يتابعوا التغريد يعني بزاف حوايج، منها كما يقولوا يتعلموا التغريد الجزائري، يتعرفوا على أنواع التغريد في الجزائر، في المقنين الجزائري، صفاته، بزاف حوايج كما يقولوا راح تمكن المتابعين يعني من أخذ من أخذ معلومات يعني قيمة راح تنفع هذه الهواية. بكل صراحة يعني بشرى عظيمة، بشرى عظيمة. أنا راح نكون بإذن الله، راح نكون المسؤول على هذا النادي، مع بيان سير مع المكتب التنفيذي تاعي والنشطاء وغيرهم، يعني من العناصر اللي راح تفيدنا كما يقولوا في المهمة تاعنا. والأهداف باينين خاوتي، باهيين، كما يقولوا باينين الأهداف تاعنا، بإذن الله تعالى وبفضل تضافر كل الجهود كما يقولوا، وبإذن الله تعالى نكون كما يقولوا إن شاء الله في المستوى. حبيت نقول لكم خوتي المتابعين أنه اللي يحب يتعلم، اللي يحب يتعلم عندنا شون بكل فروعه والمنهجية تاعو، مرحبا به. اللي ما يحبش يتعلم يا خويا الله يسهل، الله يسهل عليه، كاين مدارس أخرى يروح يتعلم، ربي يسهل عليه. ولكن أنا ما يجيش كما يقولوا يشوش علينا ولا يواسي كما يقولوا يشوش عليا. أنا كما يقولوا واش قالوا الشيوخ الكبار والمنهجية تاعهم ولا باز دو شون، لا ريغل دو شون تاعهم راح تتنفذ بإذن الله تعالى بحذافيرها. هذه وحدة. ثانيا، لي حب يقدم الإضافة، مرحبا به بكل صراحة، مرحبا به.
أنا مانيش كيما يقولوا إنسان مغلوق على أمري ولا، أنا متفتح ودايمًا نخلّي المجال مفتوح، كيما يقولوا على بالي بلي رانا في 2026 وعلى بالي بلي المقنين في الجزائر ما كاش، ولكن راح نحاولوا كيما يقولوا نريكومبونسيو هذاك لو ديفيسي هذاك، بإذن الله تعالى راح كيما يقولوا عندنا مخطط، عندنا مشروع، عندنا برنامج يعني راح يكون على المدى القصير والمتوسط والطويل، ليهدف كما يقولوا لإحياء إعادة إحياء يعني التراث تاعنا اللي هو التغريد الجزائري الأصيل. خاوتي بالك ماكمش رايحين تزيدوا تشوفوني في القناة تاعي غير ولا باغ اكزومبل ندير لي زانونس على ال على ال على واسمو واش رايحين بيبليو كامل يعني في على التغريد، يعني واش راح نبيبليو كامل على التغريد تصيبوها ان شاء الله في الصفحه الرسميه تاعنا نتاع التغريد المقني الجزائري. وخوتي يعني اي استفسار ولا اي حاجه كما يقولوا بعثوا لي في القناه تاعي المتابعين تاعي، بارك الله فيكم يعني نجاوبكم ماشي مشكل، ونطلبوا ان شاء الله ربي يوفقنا يعني في المهمه تاعنا، يعني اللي بكل صراحه ماشي حتكون سهلة كما يقولوا راح نعاودوا أزيرو، نبداو يعني بأسس متينة، يعني ناقشنا بكل صراحة، ناقشنا فيما بعضنا وناقشنا مع رؤساء الفروع والرئيس نتاع الجمعية، وخرجنا يعني بنتيجة يعني مرضية محفزة تخدم، يعني شي يصير بلي حتخدم الهواية تاع التغريد الجزائري. يعني بكل صراحة مع الوقت راكم رايحين تسمعوا حوايج جدد رايحين تشوفوا حوايج جدد، بإذن الله تعالى رايحين نطلعوا النيفو تاع الهواية نتاع التغريد الجزائري بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. ومقبل ما نكمل نشكر اللي داروا فينا ثقة، والأولين يعني اللي بروبوزاو لي بكل صراحة، اللي بروبوزاو لي باش ناضيري لهذه الجمعية، يعني بكل صراحة يعني اللي بروبوزاوهم لي اللي بروبوزا لي هذه الفكرة يعني ما قلتش لا دي الديبي ما قلتش لا. هاد الشيء راح يصب في الفايدة تاع الهواية، ونعلمكم خاوتي بلي هاد الشيء ما راح نديروه بلا مقابل، نعاود راح نديروه بلا مقابل. احنا الهدف تاعنا بكل صراحة، احنا هدف تاعنا اللي هي الهواية، ني بلوس ني موا. بارك الله فيكم خاوتي على الإصغاء والمتابعة، والملتقى بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. شكرا لكم، ربي يحفظكم.